ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا عايزه اقول لكم ان انا عندي زكام وبرد وصداع، مش قادره اقول لكم. هنبدأ النهارده بقى روتين كده حلو مع بعض. القردة بنتي كل شويه عماله تروح لي من هنا لهنا وبتيجي من هنا لهنا، اشيلها من هنا احطها هنا. هي بص طول الفيديو عماله تساومني، هتزهقوا منها في الفيديو ده. المهم عايزه اقول لكم الواحد تعب والله العظيم من كتر ما هو عمال. مفيش حاجه بتفضل نظيفه يا جماعه. ليه؟ يعني عايزه اقول لكم نفسي الواحد اما مثلا يروق مكان، يقوم الصبح كده يلاقوه نظيف، بس امتى وفين وازاي انا مش عارفه. يعني انا نفسي اعرف، نفسي اروق مكان كده واقوم الصبح، يعني مثلا روقته النهارده اقوم الصبح اقول ايه ده، الله ده انا مروقه امبارح، يبقى مش هروّق النهارده. نفسي يحصل الكلام ده، ما بيحصلش أبدًا. إمتى هيحصل؟ أنا مش عارفة. يعني الواحد نفسه بقى كده خلاص بقى يوصل لمرحلة اللي هو يقف على الstage، يعني يقولوا أم العريس تتفضل على الstage. يا نهار أبيض على اليوم ده! الواحد في اليوم ده كده أنا مش متخيلة. يعني يا رب، يا رب الواحد كده يديه طولة العمر ويفضل عايش لليوم ده لمّا يقولوا أم العريس تتفضل على الstage، واللي هو أنا أم العريس بقى، يعني فاهمين؟ ساعتها بقى كده عايزة أقول لكم خلاص بقى يبقى الواحد بقى شال هَم عيال وحاجات كتير أوي أنتم عارفينها. أنا أمنية حياتي إن أنا باجوّز عيالي دول و وأقعد كده بقى مع نفسي، أقوم الصبح أعمل كوباية شاي بلبن والله العظيم باقعد أقول لنفسي كده، باقول أنا يعني خلاص بقى أمنية حياتي إن أنا أجوّز ولادي دول، وكل واحد البنات يتجوّزوا والصبيان يتجوّزوا، وكل واحد يقعد كده مع نفسه، وأنا بقى إيه، دماغي بقى دي تفضى وتروق. أي نعم هي يعني مثلًا تبقى مشغولة بيهم برضه، مثلًا كده يبقى كل واحد عنده مشاكله، كل واحد وعنده حياته، بس برضه مهما كان الأب والأم بيبقوا مشغولين برضه بحياتهم، بالذات بقى حياة البنات. مثلًا اللي ب اللي اللي مثلًا بنتي مثلًا متخانقة مع جوزها، عندها مشكلة مع حماتها، عندها تعبان، برضه بتبقى الواحدة كده عندها أو شايلة هَم بنتها شوية عن الولد، يعني شايلة هَم البنت عن الولد، فاهمين قصدي؟ بس مهما كان برضه الواحد بقى إيه، أنا باقول لنفسي بقى أنا هيبقى شقتي دي أنا هاروّقها يوم في الأسبوع، اللي هو أنا هاروّقها يا مثلًا إيه، ليّا يوم كده في الأسبوع كده هامسك الشقة فيها أروّقها، أو هاجيب واحدة بفلوس تروّق لي الشقة بتاعتي دي، وهابقى طول الأسبوع كده عايشة مَلِكة، لإن أنا هاقوم الصبح أعمل كوباية شاي بلبن مع حتّة كيكاية أو مع واحدة كرواسون أو أيًا كان يعني، وخلاص فطرت بقى. وساعة الغدا كده أطلّع أي حاجة من الفريزر، حاجات جاهزة برضه، ويعني يبقى الغدا جاهز في الفريزر، اللي هو أنتِ مثلًا تطلّعي حاجة تحمّريها وجنبها حبّة رُز أو حبّة مكرونة أو أيًا كان. وساعة اللهم صل على سيدنا محمد. والبيت بقى يفضل نضيف على طول، ولإن ما فيش حد بقى إيه، لا هيشيل ولا هيحط، إلا إذا بقى إن ولادك دول اتجوّزوا وخلّفوا وكان معاهم مثلًا ولاد وجُه لِك بيهم، في اليوم ده هتبقى تلاقي الشقة بقى مش نضيفة وكده. في الوقت ده يعني أنا باقعد أقول لنفسي كده، أنا هاجيب واحدة تاني يوم تروّق لي البيت وتضبّط له الدنيا بقى. الواحد عايز بقى إيه، يعيش بقى كده مع نفسه شوية يعني ويحس بقى بروقان ودماغه بقى فضيت والكلام ده، فاهمين قصدي؟ فربنا إن شاء الله كده يأجرنا على اللي إحنا بنعمله في ولادنا. وأنا حاسة إن هُم بيخلّصوا يعني ذنب إحنا عملناه في حياتنا، هُم بيخلّصوه على حياة عيالنا كده وإحنا عايشين. ربنا يهديهم يا رب ويوصّلنا للحظة أم العريس تتفضّل على الstage. أهينا. والله العظيم مش قادرة وتعبانة يعني أنا صوتي، أنا عندي زُكام مسكومة بطريقة بنت لذينة. يالّا الحمد لله. المهم بقى زي ما قُلت لكم كده إن ما فيش حاجة بتفضل على مكانها يا جماعة، ما فيش حاجة بتفضل أنا نِفْسي يعني عايزة أقول لكم اللي أنا عملته ده كُلّه يعني ساعة واحدة وكُلّه اتلخبط. كورة بيلعبوا، عَجَل بيلعبوا، بيشوطوا حاجات، مش عارفة. المهم إن إحنا نبقى دايمًا في نيتنا اللي إحنا بنعمله ده من ترويق وكنيس وغسيل مواعين وهدوم وتعليم ومذاكرة ونودّي دروس ونجيب من دروس ونودّي أي حاجات ونجيب منها.
يعني بصوا عايزه اقول لكم دايما في نيتنا كده ان احنا بنعمل الحاجه دي لله. اي نعم بيجي علينا وقت كتير بنزعق وبنشخط وبنصوت وبنعيط، بس بيجي علينا وقت تاني نقول ايه الحمد لله على نعمه الاطفال، الحمد لله على نعمه على كل النعم اللي ربنا اداها يعني. فالحمد لله دائما وابدا يعني. فخلاص بقى بصوا انا خلصت كده، عايزه اقول لكم في ثانيه، في ثانيه الا ثانيه الدنيا بتتقلب، ومفيش في 15 دقايق الدنيا بتتعدل، وبعد ال15 دقايق اللي الدنيا بتتعدل اللي فيهم دولت بتلاقوا الدنيا رجعت تاني زي الاول. اللي هو انت بص بقى عماله تقول يعني تقول ايه، حوريني يا كيكه. اللي هو انت عماله تروقي وهم يبوظوا، وانت تروقي وهم يبوظوا، وتزعقي وتشخطي يا نهار ابيض. كل يوم على هذا الموال، كل يوم على نفس الموال. انا نفسي يا جماعه اروق، ماشي، والترويق يفضل شويه. نفسي اروق المطبخ، نفسي اروق المطبخ ويعني والمطبخ كده يقعد مثلا نضيف ساعتين تلاتة. يا نهار ابيض ما بيكملش، اقسم بالله انا اول ما بطلع من المطبخ تبص بنحط تلاقي كوبايه، تلاقي معلقه، تلاقي طبق، تلاقي حله. يا ولاد جيت الحاجات دي منين؟ احنا اكلنا يا ماما، او شربنا يا ماما، او عملنا شاي يا ماما، او مش عارفه ايه في ايه في ايه؟ وانتوا يا جماعه حد مسلطكوا عليا؟ لا بجد انتوا حد مسلطكوا عليا؟ ده انتوا لو حد مسلطكوا عليا مش هتعملوا كده. المواعين بتتكاثر ذاتيا. إيه، مفيش طبق يتوسخ تبص تلاقي طبق جاب طبق جاب طبق جاب حله جاب غطا جاب مش عارف في ايه، في ايه. اللي هو انا ممكن بجد بجد والله العظيم يعني الواحد يعني مش عارفه يعني كل كوم يعني الترويق والغسيل وكله وده كوم، والمواعين والمطبخ ده كوم تاني خالص يعني. كوم تاني وتالت ورابع، وده الكوم الكبير اللي في حياتنا اللي ما بيخلصش. فيا رب يا رب يا رب يا رب يجعله في ميزان حسناتنا كده و... ويهدي لنا عيالنا. تمام. انا عماله ارغي بقى. في الوقت ده كنت ايه يعني عمال ما انا روقت وكنست وكده، كانت زقزوقه بتعمل كان في حبه مواعين كده يعني هو يعتبر ايه العده وحبه اطباق كده. فالمهم قلت لها ايه معلش بقى كده، واديتها 10 جنيه بصراحه والله العظيم. وقلت لها خشي اغسلي اغسليهم. تمام. فعشان انا يعني بصراحه انا هروق كده واعمل اللي انا هعمله ده، لان انا تعبانه وعندي برد وكده وانت شايفه. فالمهم يعني ايه يعني هي قالت لي لا، وكانت عايزه 20 جنيه، بس انا اقنعتها ان هي تاخد ال10 جنيه وتروق وتغسل هي حبه المواعين. انا بقى ايه خلصت بقى زي ما قلت لكم، وكنست بقى ايه الشارع كده ولميت الزباله. عايزه اقول لكم بحب انا كنس الشارع ده قوي يعني. عايزه اقول لكم ان انا مزاج عندي ان انا اكنس الشارع، بحب اكنس الشارع كده ويبقى البيت قدامه نظيف. تمام. وبعد كده رحت جايبه بقى حبه ميه ورحت رشاهم كده، تحس هنا بقى كده تحسي ان انتي بتقولي بتاخدي نفسك. اول ما اوصل للمرحله دي بحس ان انا كده باخد نفسي، اللي هو انا ايه ده خلاص انا خلصت. فبحب انا اصلا منظر الشارع وهو مكنوس ومرشوش كده. بعد ما خلصت بقى كان عندنا واجب للدرس بتاع آه الأستاذ الصغنن. فقعدنا بقى ايه كده نعمله مع بعض. يعني عايز اقول لكم من اصعب الفقرات في اليوم بتاعي كله اللي هو نقعد نعمل الواجب ده. ما بيرضاش يعمل الواجب ده، يعني لا واجب درس ولا واجب حضانة ولا بيحب ولا اصلا بيحب يعمل واجب نهائي. فبقعد بقى انا وهو بقى كده ايه نقعد مع بعض معلش طب ايه طب هجيب لك العجلة، طب هجيب لك، طب هديك، طب مش عارفه ايه، طب ما فيش. اللي كل فين وفين بقى كده لما ايه يحاول ان هو ايه يستجيب لكلامي ويقعد يعمل الواجب. وحتى الحرف اللي بيغلط فيه بصلحه له بالعافيه. لو جيت امسحه كده واقول له اعمله ما بيرضاش، اللي هو بيعفرت بقى كده. وده كان الروتين بتاعي النهارده. اتمنى يكون ظريف كده وخفيف، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. ولو مش مشتركين في القناة اتمنى تشتركوا.